السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شو اخباركم؟ مشتاق لكم بعد انقطاع فترة طويلة عن الشروحات والبرامج. اليوم رجعنا. طبعا انا ما راجع، تركت البرامج والشروحات وذلك لاسباب خاصة. بس احد الاصدقاء اللي اسمه سمو الامير العامري طلب من عندي شرح بسيط عن تصميم صور فوتوشوب. طبعا فوتوشوب به هواية شغلات، يعني هواية شغلات، فإراد فد شي بسيط، فراح اشرح لك يا حبيبي يا سمو الامير. اشرح لك شي بسيط. طبعا اسمك قائد واحلى قائد، تحياتي الك وين ما كنت. اشرح لك ان شاء الله شي بسيط. طبعا وهذا الجروب جروبنا ان شاء الله جروب حلو، واللي يحب يجي ينضم ويانا. احباب الروح جرحوني. المهم فشباب نجي، يا قائد او شباب ماكو فرق. نجي للتصميم صورة. انت تجي هنا، طبعا انا عربي، اعتقد اللي عندك انجليزي حسب ما شفت الصورة اللي دزيت لي اياها. تجي تصميم صورة، تبدي من الصفر. انت هنا تجي ملف تنقر عليه جديد. طبعا انا شارح برنامج فوتوشوب سي اس 5 خامس ومنزله، والرابط موجود تحت بالوصف. فتجي انت تختار حجم الصورة اللي تريدها. يعني انا راح خلينا نقول غلاف فوتوشوب، انا راح اسوي 25. غلاف فوتوشوب، غلاف فوتوشوب شنو، غلاف فيسبوك على ستل مصري. يلا مشوا، ما بي حيل اقطع. هنا راح 8. اجي هنا، راح تجي عندك هذه الصورة مثل ما جاي تشوف. تجي تنقر هنا حبيبي، تنطيها طبقة طبقة أولى. تجي انت تلونها هنا. ما ادري اكو تعليق على الفيس اعتقد اجاني. تم النشر، عفوا بعدين. فتجي انت تنطيها لون شد والنظيف. تجي تنطيها لون، تنقر هنا تنطيها لون شي تريد يا لون تنطيها انت. انت هاي بكيفك تظل بعد ورا ترتيبك. اشتري تريد تنطيها لون ترتيب، تجي بس تنقر هنا راح تصير عندك بهذا الشكل. انا راح اختار لها فد لون، يعني نختار لها، خلينا نختار لها هاي. طبعا عندك هنا هاي ستايلات لازم تنزلهن وتنصبهن تضيفهن على الفوتوشوب. تجي مثل انت تريد انت تكتب كتابات او تضيف صورك الخاصة. خلينا نفرض نضيف صورتك انت، صورتك الشخصية. تروح تجيب صورتك، وين خال صورتك الشخصية؟ نجي هنا، انا وين خالها؟ بيكتشرز. نجي هنا اضيف هاي الصورة. تجي انت شلون تقص الصورة. البعض يقول قص الصورة، احنا نقول نقص. هاي العفو. المهم تجي هنا، انا ما راح اقصها لك بالترتيب اللي اقصها انا هيك، يعني شلون ما كان. ما له خلق، شرح طويل وترتيبه. هاي تحويل حر. تجي طبعا هاي انطيت خيارات تحويل حر. تجي بعدين تنطي تطبيق، تسحبها بعدين سحب، تخليها هنا. تجي بعدين هنا على تحرير تنطيها تحويل حر. طبعا انا مو قوي كلش بالفوتوشوب، فشي بسيط. انت بعد هنا ترتب، يعني تمسح الزايد الناقص بالمساحة، بالممحات بين قوسين، يعني مو مساحة. احكيكم باللغة لغة الشوارع. هاي تجي هنا تقدر انت بعد ترتبها. انا اقدر ارتبها بس يراد وقت يعني. تجي تخليها هنا. بعد انت تريد تضيف لها شغلات تحديد تخففها او فد شي، يعني خيارات الدمج. تجي هنا هاي هيجي. اما بالنسبة اذا تريد تضيف بعد مثلا كتابة او تقوس او فد شغلات. خلينا نضيف فرش. انا راح اضيف فرش هسه. هاي فرش عندي انا هواية منصب لهن شو اسمه الفوتو، يعني قلب الحب. هم تنطيها لون، اذا تنقر عليه تنطيها لون. نفرض طيها هذا اللون راح تطلع عندك هيج. هسه هاي، وانت بعد اضيف تنطي بعد طبقة. مثلا تريد تكتب كتابة، تجي تختار. طبعا حتى الخطوط هم تضيفهن. تظهر شوية بين ما تجي هنا هيج. تكتب مثلا بسم الله الرحمن الرحيم. تحددها وانت تختار الحجم او الخط او هواي خطوط، يعني انت تنصب خطوط. انا بالنسبة لي منصب كومة خطوط بالفوتوشوب. يعني نختار، خل
نختار هذه او هذا، لا نختار هذا. شي اللي بو نضيف. طبعا هاي اشعارات جاي تجيني على الفيس. هاي عندي بعض الخطوط تجي مدمجة. نجي هسه هذا الخط صار عندي هسه باللون الابيض. انت اكيد راح تنطي لون، تجي تنطي لون انت من يمك، تنطي لون تضيف له بعد ما تكمل تنطيفه. فيكات هواي هو بيه. بسم الله الرحمن الرحيم. بعدين اذا تريد تعدل عليه او تسوي مقوس او محدب تجي تضيف له هنا قوس، او خلينا نقول قوس للأدنى موافق. هاي شباب مثل ما جاي تشوفون. وهاي بعد ترتيباتك انت والفرش، وهاي فيكاتك اذا تريد هنارية وما اعرف شنو، هواي شغلات هو بي. بس هذا هي شيء بسيط يعني منها تختاره. بعدين انت تروح اذا تريد كملت عندك الصورة ورتبتها، تروح منها تجي الملف تنطي حفظ بالاسم، تجي تختار طبعا الصيغة مال الصورة JPEG، تنطيها اسم، تنطيها اسم وتضيف. هسه راح تجي عندك انت هنا شو تريدها حد اقصى، يعني ايش قد حجم الصورة. حجم الصورة خلي يعني اعلى شي احسن افضل لك على مود الجودة مال الصورة. الى هنا ينتهي درسنا يا حبيبي يا سمو. اعذرنا عن التقصير، وتحياتي لكم اخوكم سيف الاسلام العقابي، في امان الله.